يا صباح السكر والهنا. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله الحله الواحده. يلا بينا. اول حاجه عندي بصلايه وعندي طماطمايه هضربهم في الكبه. بس خلاص انا ضربت البصل وضربت الطماطم. اتبل بقى الفراخ. هنزل بقى بالبهارات. البهارات بتاعتي معلقه صغيره بهار مشويات، معلقه صغيره بهار كبسه، معلقه صغيره كاري، رشه فلفل اسود. هعجنهم بقى كلهم مع بعض كده عشان اغلفهم كلهم بالبهارات. عايزه تسيبيها بقى على بيات عادي، عايزه تحطيها ساعتين مثلا، عايزه تحطيها في التتبيله ساعتين مثلا عادي، عايزه تحطيها على طول بعد ربع ساعه عادي برضه. يعني انا هحطها على طول دلوقتي. بس خلاص بقت بالمنظر ده كده. هجيب بقى الحله بتاعتي. حطيت بقى شويه زيت، هنزل بقى بالفراخ عشان تاخد تشويحه كده وتاخد لون حلو. عبال لما الفراخ تتشوح بقى اسمها ايه، هنرش شويه بس. كده هناكل الباقي. خلاص الفراخ خدت تشويحه، هنزل بقى بالبصل والطماطم. احط شويه جزر مبشور، هنزل بشويه ميه، ههدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها بقى. نتقابل بعد ما تستوي. باي. بس خلاص هنزل بقى بالرز. البهارات بتاعتي معلقه صغيره بهار كبسه، معلقه صغيره كركم، 7 حبات حبهان و7 حبات قرنفل وواحده لوم. هنزل بيهم كده بقى على الرز. هظبط بقى الميه والملح. عموما كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايتين ميه.